وليد الركراكي حط يوم امس لائحه اللاعبين المستدعين لمباراتي النيجر وزامبيا. هذه اللائحه اللي عرفت عوده بعض اللاعبين للمنتخب بعد طول الغياب، وكما انها عرفت حضور بعض اللاعبين لتمثيل المنتخب لاول مره، واللائحه اللي ايضا عرفت غياب بعض اللاعبين اللي كان كلشي كيتوقع انهم غيكونوا موجودين في اللائحه. والكلام هنا بالضبط حول لاعب المنتخب المحلي واللي هما الثلاثي ربيع حريمات، صابر بوكرين، واللاعب محمد بولكسوس. هاد الثلاثي اللي كيدير مستوى كبير بزاف مع المنتخب المحلي، وصراحه كنت كنتمنى من والد الركراكي يجازيهم بهذا النيفو اللي كيقدموا وينادي عليهم المنتخب. لكن للاسف هادشي اللي ما كانش في الوقت اللي كنشوفوا ان والد الركراكي كينادي على لاعبين اللي غايب عليهم التنافسيه ومده طويله ما لعبوش الكره، عوض ما ينادي على بعض اللاعبين اللي في المنظور العام ديال الجمهور المغربي انهم يستحقوا يكونوا مع المنتخب الاول. لكن كما كنقولوا الركراكي ومن معاه اعلم. المهم قبل ما نبداو نشوفوا لا ليست ديال السي والد الركراكي، بغيت منكم اللي هذه اول مره كيشوف فيها القناه ديالي بغيتو يخلي الاشتراك ديالو فيها باش يساعدها انها تكبر وتوصل للناس اخرين، وما تحقروش الشين ديالي واخا يلاه بادين. المهم خلينا نشوفوا لا ليست ديال المنتخب الوطني لاعب بلاعب، وغادي نعطي الراي ديالي في كل استدعاء. فيلا خلينا نبداو بمركز حراسه المرمى، وغادي نلقاو تما حارس المنتخب الاول والرسمي ياسين بونو. ياسين بونو الغني على التعريف واللي قدم هذا الصيف هذا مستوى كبير في كاس العالم للانديه رفقه نادي الهلال السعودي، فالتواجد ديال بونو في اللائحه ديال المنتخب حاجه اللي نورمال. رفقه بونو تم استدعاء ايضا حارس نادي بركان منير الكجوي. هذا الحارس اللي تا هو قدم مع بركان في الموسم اللي فات مستوى زوين وقدر ياخذ مع الفريق البطوله الوطنيه زائد كاس الكونفدراليه الافريقيه، فحتى الحضور ديال الكجوي رفقه المنتخب حاجه عاديه وولفناها نظرا للاداء اللي كيقدموا هذا الاخير هذا. ثالث حارس اللي غيكون في اللائحه هو حارس الرجاء البيضاوي والمنتخب المحلي مهدي الحرار اللي كيتم المناداه عليه من طرف السي والد الركراكي لاول مره نظرا للمستوى الكبير والرائع اللي كيقدم في بطولات كاس افريقيا المحليين الحاليه. فهذا المستوى اللي قدم خلى والد الركراكي ينادي عليه باش يكون هو الحارس الثالث للمنتخب الوطني. ابار المستوى اللي كيقدمه الحرار مع المنتخب، فراه ايضا في الموسم الماضي كان كيقدم مستوى جيد مع الرجاء البيضاوي في البطوله الوطنيه. كنتمنى ان شاء الله التوفيق للحرار مع المنتخب، فهذا الثلاثي هذا هو اللي غادي يكون في حراسه المرمى ديال المنتخب. ندوزو دابا لمركز الدفاع، واول لاعب اللي غيكون معنا هنا هو اللاعب اللي كيقدم اداءات كبيره رفقه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، واللي قدر يساهم في تتويج الفريق ديالو بلقب دوري ابطال اوروبا والسوبر الاوروبي. والهضره هنا على اللاعب اشرف حكيمي واللي مرشح للتتويج بالكره الذهبيه، واللي الوجود ديالو في هذه اللائحه ضروري منه، واللي غيكون اضافه كبيره للمنتخب في هذه المباراتين ضد كل من النيجر وزامبيا. الناخب الوطني ايضا اللي نادى على اللاعب عمر الهلالي صاحب 21 سنه واللي كيلعب رفقه نادي اسبانيول. الهلالي اللي سبق له كان حاضر في دوكات البدلاء ديال المنتخب الوطني في اخر جوج توقفات دوليه، لكنه ما استطاعش انه يلعب في دوك الماتشات هذوك. اذا عمر الهلالي غيكون حاضر حتى في هذا التوقف هذا. الاسم الاخر اللي حاضر في الدفاع ديال المنتخب الوطني هو لاعب بيراميدز المصري محمد الشيبي، واللي تا هو كيقدم مستوى زوين رفقه النادي المصري، بحيث في الثلاثه ديال المباريات الاولى في الدوري المصري قدر يتحصل على تنقيط 7.4 6.8 و6.6، زائد قدر يحقق لقب دوري ابطال افريقيا مع هذا الفريق هذا. اذا محمد الشيبي هو الاخر حاضر في اللائحه ديال والد الركراكي. في اللائحه ايضا كاين جواد الياميق، اللاعب المنتقل حديثا من نادي الوحده الى نادي النجم السعودي رفقه الياميق. كاين اشرف داري اللي حاضر رفقه النادي الاهلي المصري واللي حاليا كيلعب رسمي مع الفريق. هناك ايضا في اللائحه لاعب ويست هام الانجليزي نايف اجرد، اللاعب العائد للبريمير ليج من بعد ما سالت الاعاره ديالو لنادي ريال سوسيداد. اللاعب اللي كان حاضر رفقه الفريق ديالو في اخر ثلاثه ديال الماتشات اللي للاسف خسروا فيهم كاملين. فنايف اجرد هو الاخر كاين في اللائحه ديال والد الركراكي. ادم ماسينا هو الاخر كاين في اللائحه ديال المنتخب. ماسينا اللي كيلعب في نادي تورينو الايطالي واللي كان رسمي معاهم في اخر جوج ماتشات هذا الموسم هذا. ايضا كاين في لا ليست ديال والد الركراكي اللاعب سفيان الكرواني، لاعب نادي اوتريخت الهولندي، اللاعب اللي ولا هاد السنه متالق مع الفريق ديالو في هذه المباريات الاخيره، الشيء اللي خلى الركراكي ينادي عليه. اخر لاعب معنا في مركز الدفاع قبل ما ندوزو للوسط هو لاعب الرجاء البيضاوي والمتالق في الشان يوسف بالعامري اللي ولا الوجود ديالو رفقه المنتخب حاجه اللي عاديه نظرا للمستوى الكبير والثابت اللي كيقدموا اللاعب لا مع الرجاء ولا حتى مع المنتخب الوطني. اذا دابا تعرفنا على كاع اللاعبين اللي كاينين في مركز الدفاع والاظهره واللي بالغ العدد ديالهم 9 ديال اللاعبين. ندوزو دابا لخط الوسط، وغنبداو باول لاعب تما واللي غيكون هو عز الدين اناحي، اللاعب اللي رجع مؤخرا لفرقته اولمبيك مارسيليا من بعد ما سالت الاعاره ديالو لفريق باناتينياكوس. اللاعب اللي بالرغم انه مش شحال ما لعبش الكره الا انه حاضر في اللائحه ديال والد الركراكي. علاش حاضر؟ الركراكي ومن معه اعلم. ايضا كاين اللاعب بلال الخنوس، اللاعب ليستر سيتي الانجليزي واللي كيشارك رفقه الفريق ديالو. رفقه الخنوس كاين اللاعب اسماعيل السيباري لاعب بي اس في الهولندي واللي هذا الموسم السيباري كيشارك مع الفريق ديالو رسمي. ايضا في لائحه المنتخب كاين اللاعب اسامه العزوزي، لاعب نادي اوكسر الفرنسي. بالرغم ان العزوزي مازال ما لعب حتى شي ماتش مع اوكسر في الدوري، الا وان العزوزي راه كان حاضر مع الفريق في الوديات. سفيان امرابط اللي تا هو تمت المنادات عليه من طرف الناخب الوطني. امرابط
لاعب نادي فينيرباتشا التركي واللي كيقدم اداء محترم مع الفريق في الماتشات اللي فاتوا. اللائحه اللي عرفت استدعاء لاول مره اللاعب روما الايطالي نايل العناوي، اللاعب اللي لعب هذا الموسم مع روما في الدوري اول ماتش ليه بحيث دخل في الدقيقه 60. فشخصيا كنتمنى لهذا اللاعب هذا التوفيق معنا. اخر لاعب غيكون معنا في خط الوسط هو اللاعب الياس بن صغير. بن صغير لاعب نادي موناكو الفرنسي، اللاعب اللي مع الفريق ديالو كيكون بديل بحيث كيتم الاشراك ديالو في الجوله الثانيه. اذا بن صغير كان هو اخر لاعب في خط الوسط في هذه اللائحه هذه. لاعبي خط الوسط اللي وصل العدد ديالهم لسبعه ديال اللاعبين. صراحة ما كرهش، أنا كنت مثل المنادات على حريمات ولا بوكرين في الوسط، ما كان أحد اللاعبين اللي فاقدين التنافسية، لكن هذه هي الخيارات ديال الناخب الوطني اللي بطبيعة الحال كنحترموها. ندوزو دابا لخط الهجوم، وأول لاعب غيكون تما هو لاعب ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز اللي التواجد ديالو في اللائحة لا يناقش، نتمناو ليه أنه يقدم معنا الأفضل إن شاء الله. كاين رفقة دياز اللاعب إلياس أخومر، لاعب فياريال الإسباني، اللاعب اللي داز من فترة ديال الإصابة اللي طويلة بزاف قبل ما يرجع للميادين ويدخل كبديل في المباراة ضد جيرونا. اللاعب الآخر اللي تمت المنادات عليه في خط الهجوم هو اللاعب يوسف النصيري. النصيري لاعب في نيرباتشا واللي كيلعب بشكل منتظم مع الفريق ديالو. رفقة النصيري كاين أيوب الكعبي اللي كيقدم مستويات زوينة مع النادي ديالو واللي يقدر يسجل هدف معاهم في آخر مباراة. في خط الهجوم أيضا تمت المنادات على مروان سنادي، تمت المنادات عليه لثاني مرة من بعد التوقف ديال شهر 6. سنادي لاعب أتلتيك بيلباو واللي كيقدر يقدم معاهم مستويات جيدة، وقدر أيضا أنه هذا الموسم في الدوري يسجل معاهم هدف. اللاعب الآخر اللي تمت المنادات عليه من طرف والد الركراكي هو اللاعب حمزة إيغامان، اللاعب المنتقل حديثا للنادي ليل الفرنسي، واللي بكل صراحة كنظن أن المستوى الحالي ديال إيغامان ما كيسمحش ليه بالتواجد ضمن هذه القائمة هذه، ولكن المدرب واسع النظر. كاين أيضا في خط الهجوم لاعب ساندرلاند الإنجليزي شمس الدين طالبي، اللاعب اللي تا هو كيقدم مع الفريق ديالو مستوى محترم اللي كيسمح له هو الآخر أنه يكون حاضر اليوم في اللائحة ديال المنتخب الوطني. آخر لاعب معنا في هذه القائمة هو اللاعب أمين عدلي المنتقل حديثا من نادي باير ليفركوزن الى نادي بورنموث الانجليزي، اللاعب اللي هو دوز اوقات صعبه لكن كنظن بانه مع ناديه الجديد غيكون افضل. فهذه هي اللائحه الكامله المستدعاه لمباراتين النيجر وزامبيا. شنو الراي ديالكم في هذه اللائحه هذه؟ واش كتفقوا مع ولد الركراكي فيها ولا لا؟ الا كنتم ما كتفقوش معاه فيها فشنو هما الاسماء اللي كتظنوا انهم خاص يتبدلوا وبمن خاص يتبدلوا؟ فحتى لهنا اخوتي كنكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا لكم على المشاهده. قبل ما نمشي بغيت منكم اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك دابا باش يساعد شي انها تكبر وتوصل للناس اخرين. فيلا اخوتي تهلاو في راسكم وديما مغرب.